السلام عليكم، أهلا بكم. بيان عاجل ورسمي من نادي الزمالك بسبب أخطاء التحكيم، ويعلن الحرب على اتحاد الكرة، وأول رد من لجنة الحكام. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وأرسل مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب خلاله باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة التحكيمية خلال المباريات القادمة في كافة المسابقات المحلية. الزمالك أكد في خطابه أن الفريق كان الأكثر تضرر من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي أثرت بشكل مباشر على نتائجه في جدول الدوري، مطالبا أيضا باستبعاد بعض العناصر التحكيمية التي تسببت في أخطاء كارثية من إدارة أي مباريات قادمة للزمالك في الدوري أو كأس مصر. الزمالك هدد بالتصعيد إلى الجهات الرياضية الدولية، وعلى رأس محكمة التحكيم الرياضية كاس، لضمان حقوق النادي وجماهيره في حالة عدم تنفيذ تلك المطالب. وجاء نص خطاب نادي الزمالك كالتالي: السيد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحية طيبة. وبعد، من غير المقبول أن يتعرض نادي الزمالك لكل هذه الأخطاء التحكيمية خلال مباريات الفريق الأول في الدوري هذا الموسم، دون أي تحرك من جانبكم لمحاسبة لجنة الحكام التي فشلت في ضمان العدالة والنزاهة من قبل قضاة الملاعب في عدد ليس بقليل من مباريات الزمالك. كما أن اتحاد الكرة وتحديد لجنة الحكام لم يتخذ أي خطوة لمحاولة السيطرة على الأخطاء الكارثية التي جعلت الزمالك النادي الأكثر تضرر من القرارات التحكيمية الغريبة من جميع حكام الدوري هذا الموسم، مما أثر بشكل واضح على نتائج المباريات وبالتالي ترتيب الفريق في جدول الدوري بعد مرور 10 جولات. ونظرا لتكرار الأخطاء التحكيمية ضد الزمالك، فإن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، وإيمانا منه بضرورة حماية الحقوق المشروعة للنادي وجماهيره، يتقدم بهذا الشكوى، مطالب اتحاد الكرة بالقيام بواجبه وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي شهدتها مباريات الفريق. كما يطالب الزمالك بعدم تعيين أي حكم تسبب في الإضرار بالفريق هذا الموسم لإدارة أي مباراة قادمة للفريق في الدوري أو كأس مصر. وفي حال الإصرار على تعيين أي من هؤلاء الحكام، فإن اتحاد الكرة سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار. لجنة الحكام مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتطبيق العدالة بين جميع الأندية دون تميز أو محاباة، خاصة مع قدوم الخبير التحكيمي الرئيس الجديد للجنة، والذي نأمل أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد فترة شهدت العديد من الأزمات منذ بداية الموسم الحالي. وفي حالة عدم الاستجابة لهذه الشكوى، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك سيتجه إلى تصعيد الأمر إلى جهات أخرى خارج منظومة كرة القدم المصرية لضمان حقوق النادي وجماهيره، حتى لو وصل الأمر إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية كاس، وهو ما لا نتمنى حدوثه، ولكننا سنضطر إليه إذا استمرت الأوضاع التحكيمية على هذا النحو. أطلق رئيس لجنة الحكام الأجنبي في الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، وقال: سنعقد اجتماعات دورية مع الحكام بداية من السبت المقبل بهدف التأكيد على الإيجابيات وشرح الأخطاء والسلبيات وكيفية تلافيها من أجل تحسين الأداء. أكن احترام وتقدير لوسائل الإعلام ودورها الكبير في توعية الجماهير، وأناشدهم بدعم الحكام المصريين ومساندتهم للوصول إلى المستوى الذي نصبوه جميعا، لا سيما وأن الحكام المصريين لديهم إمكانيات كبيرة تساعدهم على التطوير بشكل مميز وسريع. حان الآن وقت العمل لمشاهدة الحكام وتحليل أداء كل منهم وتقييم أداء تقنية الفيديو وتحسينه. المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد. لدي خطة شاملة لتطوير مستوى وأداء الحكام بدأتها بالفعل منذ اليوم الأول، ونتائجها ستظهر قريبا. لدينا برنامج لمتابعة أداء أطقم الحكام على الطبيعة من الملاعب مباشرة، ومشاهدة تحركاتهم وانفعالاتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات تحت الضغط، والوقوف على مستواهم الفني والبدني خلال المباريات، خاصة وأن المشاهدة على الطبيعة تختلف كثيرا عن المشاهدة التلفزيونية،
والمتابعة من المدرجات ستشمل كل المباريات خلال الأسابيع المقبلة.